بص والله يا صاحبي، انا مش قصدي احبطك، بس لما تبقى اب وعايز تنزل تجيب 4 سندوتشات مثلا ليك انت وعيالك، وتلاقي ان ارخص سندوتش برجر على الفحم ب100 لحد 115، يعني ال4 سندوتشات من 400 ل 460، فده كتير. فعايز اقول لك ان انا بديك الحلول البديله اللي تخليك تاكل اكل زي بتاع الشارع بالظبط، بس انضف منه وارخص منه. ده كيس برجر هو مشوي على الفحم وجاهز، على قد انك تحطه بس في صينيه من غير زيت من غير اي حاجه في الفرن. سعره 200 جنيه. في كام واحده؟ في 20 واحده. اسمه جاست فروزن. وعايز اقول لك قسما بالله نضيف جدا ومضمون اكتر من برجر الشارع. طب الكيس ده ب 200 جنيه. معاه كيس موتزاريلا نضيف بمعنى الكلمة عن تجربة، والله انا بقول لك على انضف حاجة، تمام، ب 80 جنيه. معاهم التلاتة دول اللي هيدوك نفس طعم البرجر بتاع الشارع، اللي سعرهم هم التلاتة مع بعض 150 جنيه. طيب نحسب كده كده، البرجر مع دول يبقى 350 و80، يبقى كده كام؟ 430 جنيه، اللي هم كانوا هيكونوا 8 4 سندوتشات. حط عليهم يا معلم ب20 جنيه، يا عم ب50 جنيه عيش كايزر، يبقى كام الإجمالي كله؟ الإجمالي كله 500 جنيه. أقل من 500 جنيه ب20 جنيه، وال20 جنيه دول اللي هنجيب بيهم يا معلم واحدة كابوتشا وطماطم. وهتعمل 20 رغيف برجر على الفحم بالجبنة الموتزاريلا في البيت، وهيبقى معاك نص كيس الجبنة الموتزاريلا، ودول كمان هيكفوك ل3 مرات زي دول. وهتاكل انت وولادك برجر على الفحم في البيت، وقسما بالله انضف من الشارع 100 مرة، وانا بوفر لك.